يا ترى هتشجع مصر ولا الأرجنتين؟ انت طول البطولة وانت ضد المنظومة الحمراء اللي اختارت ناس كتير من الأهلي لمجرد التعريس للأهلي، وانت واضح انك بتشجع الأرجنتين من بداية البطولة. فيا ترى هتشجع مصر ولا الأرجنتين؟ هو سؤال غريب عجيب مريب، ولكن الإجابة عليه مش صعبة يعني. شايفين التيشيرت ده؟ التيشيرت ده تيشيرت ميسي في الفريق الامريكي انتر ميامي. وعلى فكره التيشيرت ملوش علاقه بالموضوع، هو دي صدفه يعني. دي صدفه دلوقتي يعني افتكرت. بس شايفين اللي على دراعي ده حورس يعني، معروف. المهم نخش في الموضوع على طول. انا يا سيدي بشجع الارجنتين وبشجع ميسي لو واجه اي مين في اي مكان. انا بشجع ريال مدريد، ولما كنت بشوف ميسي بيلعب اي فريق تاني كنت بحب اشجعه، بس طبعا الا ريال مدريد طبعا. فلو جينا للموضوع مصر ولا الارجنتين، محمد صلاح ولا ميسي، بص انا مش من النوع اللي هو بيحب يزوج الكلام، وانا من بداية البطولة وانا ضد الاتحاد المصري، مش المصري، هو الاتحاد الاهلاوي اللي هو اصلا واخد لعيبة، وزي ما شفنا اخد لعيبة فعلا كتير بالتعريص، واللعيبة دي يعني ضيعت نتائج مصر وخلت مستوى مصر مش هو ده المستوى، بالرغم من الفوز. لان الفوز ده مين اللي عمله؟ مش اللعيبه دي بتاعت الاهلي، عشان الناس بس ما تخلطش في الموضوع، يقول لك الاهلي شارك والاهلي هو سبب صعود. لا يا حبيبي، ده 5 لعيبه من الاهلي هم اصلا اللي بيعرقلوا الاهلي، ولولا رجوله اللعيبه التانيه منهم برضو لعيبه من الاهلي بس 2 فقط، وباقي لعيبه الزمالك وباقي اللعيبه اللي هم اصلا صنعوا الفوز لمصر وانتوا كلكم بتنكروهم. يعني اكيد امام عاشور على بدايه الموضوع، اكيد امام طبعا اساسه زملكاوي، بس ما علينا هنقول اهلاوي تمام. امام عاشور، مصطفى شوبير، وهذكرهم هم الاول طبعا، دول 2 من الاهلي. وعندك بقت من الزمالك فتوح وحسام عبد المجيد، اللي هو عمل الضربه الحاسمه اللي صعدت مصر، اللي كل اللعيبه كانت خايفه تلعبها وهو الوحيد اللي لعبها تمام. دول 2 من الاهلي و2 من الزمالك تمام. يحسب اصلا للزمالك امام اساسا، مش يحسب للاهلي، ما علينا. في لعيبه تانية اللي هي المفروض صنعت وغطت مشاكل الاهلاويه اللي تم حشرهم بالعافيه لمجرد ان هم اهلاويه، علشان نعمل لسته كبيره للاهلي تستفاد ماليا، يستفاد اعلاميا، ونقول الاهلي هو اللي عمل البطوله. لا، هو مش هو، لا. وتستغل وجود لعيبه تانية حلوه هتسند الخطا بتاع دول وتسند البلاوي بتاع دول، وهي اللي تصعد مصر، وفي الاخر تنكروا دورهم وتركزوا على لعيبه الاهلي، لان الزيطه العامه يقول لك الاهلاويه هم اللي هم الاغلبيه. طب يا سيدي، الاهلاويه الغلبيه دول مين؟ الاهلاويه الغلبيه دول اللي هم اصلا ضيعوا مصر. زيزو ضيع مصر. شوف هيثم حسن نزل، لا لو هيثم حسن مكان زيزو ده، كان الجون بتاع بلجيكا اللي ضيعه زيزو ده ما كانش ضاع. دي نقطه. اركن زيزو، ادي واحد اهو، اركنه. التاني محمد عبد المنعم راجع من اصابه صليبي، اشركته ليه؟ مش فاهم. اشركته ليه؟ مش فاهم. عمل عليك ضربه جزاء ضد ايران واركن. حمزه عبد الكريم عيل صغير واخده كده لمجرد انك يعني هنعمل به، ولا عمل حاجه في اي حاجه، ما علينا، اركن. 3. الشناوي الاهلي انت واخده ليه اساسا؟ مش عارف، مع ان الشناوي بيراميدز افضل منه مليون مره، والشناوي اصلا الاهلي. الاهلاويه زي ما عملوا مع زيزو السنه اللي فاتت كلهم طول الموسم كانوا ضد زيزو لانه ما عملش حاجه، وضد الشناوي برضه انه ما عملش حاجه، واخدهم هما الاثنين ما لهمش. لا، اركن. الثالث او الرابع ده كده 4. الخامس مين بقى؟ محمد هاني. يعني هل في مصر كلها مفيش حد يلعب باك رايت غير محمد هاني؟ مفيش حد في مصر يا سيدي بيلعب حلو، بس ده دخل فيك هدفين، يعني دخل فيك هدف اول مره، طب اركنه بقى وهات يعني حد يلعب مكانه. لا، اصل انت لازم تعرص الاهلي، اصل احنا نفسيه لعيبه الاهلي، اصل ما ينفعش ندوس ده في بلد ما في كاس العالم ضربوه بالنار علشان جاب هدف في بلده، وانت عامل بقى ده مش هدف، ده هدفين. انا مش بقول لك طبعا روح اضربه وروح، لا، ما تشركوش، مش على حساب المنتخب، مش على حساب مصر. اصلا الاهلي ما كانش بيرضى يبعت لعيبته للمنتخب، ويقول لك الوطنيه مش وطنيه يا ابن فكريه. ده انت ما كنتش بتبعت لعيبتك للمنتخب عشان الاهلي كان عنده مباراه وديه، ما كنتش بترضى تبعتهم.
فدي دلوقتي تقول له وطنيه، وطنيه مين يا عم؟ ده انتوا جلبتوا الدنيا عشان تدافعوا عن محمد هاني اللي مدخل هدفين في مصر، واصلا في استراليا مباراه استراليا كان هو السبب انه يوديك لركلات الترجيح اللي كان بالمناسبه ممكن تخسر بسببه وبسبب التعريض للاهلي. مفيش لعيب في مصر يلعب احسن من محمد هاني، حتى لو مش احسن منه، حتى لو اقل منه شويه، بس على الاقل ما يجيبش اهداف في نفسه. ده انت الهدف اللي بيجي ده بيكسرك. الهدف بتاع استراليا ده اساسا حرفيا كان خرجك من البطوله، خلصت. فهل اللجان وجمال خرا والناس اللي طالعه تتكلم دي وتدافع عن نفسيه لاعب، نفسيه لاعب ايه؟ ده انت اسم البلد يا حبيبي، اسم البلد، ما تجيبليش نفسيه لاعب عشان بس مجرد ان هو بيلعب في الاهلي فتقوم الدنيا والصحفي اللي ساله يترحل ومش ايه الارهاب ده؟ ايه وعلى حساب مين؟ على حساب مصر. وجايين تتكلموا عن الوطنيه، وطنيه ايه يا حبيبي؟ ده انت اساسا مش قادر حتى تنتقد لاعب عندك او تركنه او تطالب ان يتركن لمجرد ان هو بيلعب النادي الاهلي. لو للزمالك كان سحبت منه الجنسيه اصلا. احنا هنغني على بعض في الوطنيه والبتاع. فانت بتتكلم في نقط اصلا انت بتنتقد نفسك فيها، متناقض، وفي الاخر يقول لك لعيبه الاهلي هي اللي صنعت الفوز، الزملكاويه مش عايزين الاهلي المنتخب يفوز. منتخب ايه يا حبيبي؟ المنتخب مش بيلعب باسم الاهلي، المنتخب بيلعب باسم مصر، لازم تفوق. ده انت بتشجع لعيبتك اللي هم اصلا محشورين في المنتخب عافيه ومضيعين المنتخب، ولولا رجاله ثانيه زي زيكو، زي هيثم حسن، زي محمود جابر، زي مرموش، زي صلاح، زي الباقيين التانيين اللي معاهم 2 من الاهلي و2 من الزمالك. فانت بتغني على مين؟ انت بتسرح بعقول مين؟ انت اصلا بتكذب على مين يا منافق يا مدلس لما بتقول الاهلي صنع اسم مصر؟ الاهلاويه مشتركين كتار، بس 5 هم منهم والله لولا رجوله التانيين لكانت مصر طلعت حصاله من اول مره، خلصت. واديكوا شفتوا بنفسكم، احنا مش بنفتري عليكم. ال5 اللي انا ذكرتهم شوف عملوا ايه في المنتخب. واحد جايب هدفين، رقم قياسي عالمي في تاريخ البطوله كلها، في بطوله خلال البطوله يجيب هدفين في منتخب بلده ولسه بيلاعب ولسه ده بينافس على هداف البطوله. ده جايب هدفين يا عم، جايبهم في مصر. يعني تحكي في ايه؟ ولسه بتحاجوا ولسه بتنافقوا ولسه بتدلسوا ولسه بتقولوا لا المنتخب الاهلي. منتخب اهلي مين؟ ده المنتخب الوطني اللي الاهلاويه ضيعوه، اللي الاهلاويه بيوجعوا فيه، اللي الاهلاويه عاملين زي السرطان بياكل فيه كده وطالع بيقول لك لا انا مش موجود. هو السرطان كده خبيث بيبقى مستخبي. الاهلاويه 5 موجودين في المنتخب، لو طلعوا ودخلوا 5 مكانهم هتفوز بارتياحيه على اي منتخب وهتعمل نتائج احسن من كده بكتير. ولولا ستر ربنا والجماهير اللي في المدرجات اللي بتشجع بقوه، ولولا ان في رجاله في الملعب تانيين، ولولا ان حسام بدا ياخد باله ويطلع الناس دي ويشرك ناس تاني في الاخر زي حسام عبد المجيد وهيثم ناصر وهيثم حسن ودخلهم، لولا انك انت قدرت في لعيبه كتير في مصر كان ممكن تشترك بدل ال5 العاقين دول اللي كانوا فعلا هيضيعوا منتخب مصر. ومش بعيد قدام الارجنتين. انا بتوقع طبعا كتوقع الارجنتين تفوز على مصر، كتوقع ده مش محتاج نقاش ولا كلام. بس لو مصر لعبت بالرجوله اللعيبه اللي هي تستاهل انها تلعب فعلا، وحسام حسن يدرك الموضوع ده، في امل كبير وفي امنيه كبيره. وانا بشجع مصر، بشجع محمد صلاح ضد ميسي، حتى لو بحب ميسي وبعشق الارجنتين واتمنى الارجنتين تفوز على اي حد، لكن الا مصر. مش عشان بقى حته وطن، لا يا حبيبي، انا بشجع المنتخب الوطني وبشجع محمد صلاح اللي اتظلم وكان ممكن ياخد البالون دور قبل كده وما خدوها وما ادهالوش بسبب التعريص لناس تانية. فانا بشجع محمد صلاح ضد ميسي، انا بشجع مصر ضد الارجنتين، لان دي مصر وده محمد صلاح، ودي بلد تانية. فانا بشجع بلدي، بشجع بلدي، وده مش كلام تزويج ولا مش عايز اقوله مش هقوله. لكن انا ما بشجعش المنظومه الحمراء الرياضيه الفاسده اللي فعلا بتنخر في عظم منتخب مصر، وبالادله اللي انا قلتها. بيس.